معك لبنى سهير في هذه القناة، كنكبروا مع بعض بكلمة بلحظة وبنية صادقة. مش عارف حتى انت صديقي الرجل عندك دورة ايه، ماشي غير العنصر النسوي اللي عندهم دورة شهرية، حتى الرجل عنده دورة قمرية. كتقلب له المزاج والطاقة والرغبة بلا ما يحس. يمكن كتب راسك شنو هاد الهضرة، ولكن الحقيقة الرجل راه طاقة كتطلع كتنزل مع ضوء القمر. في الفيديو غادي نقول لك شنو هي الدورة القمرية، كيفاش كتأثر عليك في خدمتك، في علاقاتك، وحتى في راسك، وكيفاش الا عرفتيها غتولي انت السيد ديال راسك، تعيش براحة وقوة كبر، حيت كتستاهل تعرف الحقيقة ديال طاقتك باش تعيشها بوعي بلا لوم وبلا حرب داخلية. نجيو دابا نعرفوا شنو هي اصلا الدورة القمرية. بكل بساطة الرجل حتى هو كيتأثر بالدورة اللي كتدور مع القمر، تقريبا كتدوم مدة شهر. فيها الطاقة كتطلع وكتنزل، المزاج كيتبدل، الرغبة كتقوى وكتضعف، وماشي عيب ولا ضعف، هذه طبيعة بشرية. كيف ما القمر كيدوز من 4 ديال المراحل، حتى طاقتك كتدوز من البداية كتكون مهدن كالم، كتفكر فيها في راسك الخطط ديالك. في الربع الأول من القمر كتشعل فيه نار الحماس وكتولي باغي دير بزاف، وملي كيكون القمر بدر هذيك الوقت كيتلحق كل شيء، حساسيتك ورغباتك وحتى العصبية ديالك. والمرحلة الأخيرة كتحتاج فيها ترتاح وكتنقص من السرعة. هاد الموجة كتدوز كل شهر، ولكن قليل اللي واعي بها. علاش مهم نعرف هادشي؟ باش منين تجيك ايام كتكون فيها طاقتك ناقصه ما تلومش راسك، باش ملي طلع طاقتك تستغلها في اهم الحوايج، وباش تولي تفهم حتى علاش كتكون حساس مع مرتك، صاحبك، ولدك، ولا حتى مع زملاء العمل. شنو خاصني ندير باش نولي متوازن؟ اول حاجه راقب راسك مده شهر، كسب نهار بنهار المزاج ديالك، الطاقه ديالك، الرغبه ديالك. دير رياضه خفيفه، خلي عندك عاده انك ترتاح في الايام اللي طاقتك كتكون ناقصه، ماشي عيب. رجولتك ما كتعنيش انك تبقى قوي ديما، رجولتك هي تعرف تقرا راسك وتعيش مع الموجه ديال طاقتك بوعي، حيت القمر كيدور وحتى انت كتدور معاه. والسر كامل صديقي، ما تبقاش كتحارب الطبيعه ديالك وعيشها بحب. استنى لاخر الفيديو، تهلا لي في راسك الى فيديو جديد ان شاء الله.